قصتنا اليوم من الجانب الآخر وغريبة من نوعها، وهي عن زوجين ومعهم ابنهم عايشين حياة روتينية ومملة. بس فجأة بتصير كوابيس مرعبة وبيظهر لهم أطياف سودا، والسبب كان صادم. بيبدأ الفيلم بفيرا يلي بتكون عم تضب أغراض وبتفوت لعند ابنها سام وبتقله ينام وإنه ناطرين عمو داني ليجي، وهي بغرفتها فجأة بيجي داني وبفوت لعندها وبيخبط الباب بقوة، وبتشوفه بعدها راح ووجه الفرد على سام، وبتصحى وبتكون عم تحلم، وبتروح بتنام بغرفة ابنها وبتصحى تاني يوم الصبح وبتجهز الفطور، وبيكون واضح عليها هي وزوجها راي الحزن والانزعاج، وبيعدوا كلهم ليفطروا، وبيحاول سام يلطف الجو وبصير يضحكهم. بعدها بيكون سام عم يلعب بالسيف، وبتجي امه وبتشوفه وبتعصب عليه وبتاخد منه السيف لأنه ممكن يأذي حاله، وبتروح لعند راي وبتسأله منين اجى السيف على البيت، فبيقول لها انه ما بيعرفوا ماله لإله، فبتاخد السيف وبتقيم لوحة من على الحيط وبتحطهم بالعلية، وهي هنيك بتصير تتفرج على الصور، وفجأة بتوقع فازي لحالها على الأرض، ولما بتفوت سام لينام بيسألها إذا إجا عمو داني لعندهم، بس بتقله يمكن إجا يصلح الحنفية، وغالباً هو عم يتخيل لأنها ما شافته لداني. تاني يوم بتصحى فيرا وبتتفقد سام بس ما بتلاقيه بغرفته، ومنشوف الباب بعد ما طلعت تسكر لحاله، وبتلاقي سام بالمطبخ عم يحضر لهم الفطور وبتنبسط منه كتير. بيقعدوا ليفطروا وبيلاحظ عليهم سام إنهم مو متقابلين بعض، وبنعرف إنه في خلاف بيناتهم، ولما بيكون سام بغرفته بيطلع ليلعب وبيسمع أهله عم يحكوا بموضوع الطلاق، بيفوت لعندهم فبيغيروا الموضوع وبيطلب منهم يروحوا لعند عمو داني ليسبح بالمسبح، بس أمه ما بترضى، ولما بتكون أمه عم تشتغل بالمطبخ بيجي لعندها سام وبيسألها إذا رح تنفصل هي وأبوه، فبتقله ما يشغل باله بهذا الموضوع وإنه كل شي حيكون تمام. بيقعد ليكمل تجميع البازل تبعه وبيسأل أمه إذا هي عملت جزء منه فبتقله لا. بالليل لما بتكون فيرا واقفة بتشوف خيال حدا مر بالطابق العلوي، وراي بيحس بنفس الشي، بيقوم ليشوف شو فيه وبيلاقي بنت بالحمام. سام وهو بغرفته بيكون عم يقرأ بكتاب وبصير يحس بشي غريب فبيخاف وبيخبي وشه بالكتاب، ولما بيرجع بيطلع بيلاقي بنت صغيرة قدامه وبتصرخ فبيخاف، وبتركض أمه لعنده بعد ما تسمع صوته وبصير يشاور لها على البنت بس هي مو شايفة شي، وبيجي رجال وبيصرخ عليها، وفجأة بيصحى سام وبتهديه أمه وبتقله إنه كان مجرد كابوس. تاني يوم الصبح بتطلب فيرا من سام يخبر أبوه إنه الفطور جاهز، ولما بيطلع سام لعند أبوه بيلاقيه عم يرمي الأغراض ومعصب، وبيخبره إنه الفطور جاهز وبيعانقه، بس أبوه بيبعده وبيطلع، وفيرا وهي بالمطبخ بتلمح حدا وراها، ولما بتندهر ما بتلاقي حدا وبترجع بتكمل شغل. ووقت بيجي راي بتنقز وبتكسر الكاسة وبتقله إنها تعبت من هذا البيت وبتطلع لبرا. بالليل وهن نايمين بيشوف راي نفس البنت اجت وتسطحت جنبه، وسام بيصحى على صوت عم يقول له اخرج، فبياخد الكشاف يلي جنبه وبيصير يضوي، وبتظهر له نفس البنت الصغيرة فبيصرخ، وبتركض أمه لعنده وبيكون الباب مقفول، ولما بتقدر تفتح الباب وتفوت بيطلع لها شخص رافع عليها المسدس وبيقول لها اخرجي وبيختفي، ومنشوفها تاني يوم متسطحة جنب سام بالتخت، وبضل سام يسأله شو اليوم، ولما بيكونوا راي وفيرا واقفين سوا بتقله إنه سام ما عم يتذكر شي ومعتقد إنه يلي فيه مجرد كابوس، وبيعتذر لراي لأنه ما عم يقدر يصلح هذا الوضع. بعدها منشوف راي قاعد وعم يتفرج على صورة نفس العيلة يلي عم تظهر لهم، وتاني يوم الصبح بتشوف فيرا نفس اللوحة يلي قامتها معلقة، فبترجع بتقيمها، وراي بيلاقي بالمكتبة صندوق في صور للعيلة يلي عم يشوفوهن، وبيشوف صورة البنت الصغيرة وبيكون مكتوب عليها جولي، وبيحط الكتب على جنب، وفجأة بيوقع كتاب على الأرض وبيحمله وبيكون مرسوم عليه نجمة الشيطان، وبصير يقلب بالكتاب. سام بيصير يدور بالأغراض عنده بالغرفة، وبيروح بيخبر أبوه إنه لقى البوق تبعه وبيقول له إنه بده يسمعه الأغنية الجديدة يلي تعلمها، بس أبوه بيقول له بعدين وبيطلع. فيرا بتلاقي باب البيت مفتوح وبتقرب لتسكره، ولما بتندار بتلاقي الزلمة وراها وبيختفي، وبيجي لعندها سام وبيسألها عن جولي البنت اللي عم تظهر بأحلامه، فبتقول له إنه هي مجرد أحلام، وبيقول لها رح أسأل أبي لأنه عنده صورة لإلها، فهي بتتفاجأ وبياخدها بيورجيها الصور، وبيجي راي وبيشوف الصور معه وبيقول لها إنه عم يحاول يعرف هالشي، فبتقول له إنه ما بيصير سام يشوف هالصور. بالليل منشوف فيرا قاعدة قدام غرفة سام، وفجأة بتسمع صوت والشموع بغرفة المعيشة بيشعلوا لحالهم، فبتطلع فيرا وبتشوفهم، وفجأة بتسمع صوت عم ينادي لها، ومنشوف العيلة قاعدة وقدامهم وحدة بتستحضر أرواح، وبتقولن غالباً هي هون وإنه ما يخافوا لأنهم أرواح لطيفة، وبتصير المرة تناديلن كل واحد باسمه وبتقولن إنهم إجوا للمساعدة، وبتقولن للعيلة إنهم أرواح عالقة بين العالمين وإنه هن هلأ بالعالم الموازي، وبتقولن الترابط بين العوالم بيصير قوي إذا ما كسرنا هذا الرابط، وبتكسر صورة عائلة راي. وسام وهو نايم بيسمع صوت عم يناديله فبيصحى وبيروح لعند أمه، وبيجي راي وبيشوف العيلة والمرأة قاعدين، وبتقولن المرأة إنه كلهم هون، وبتصير تخاطب راي وعيلته وتقولن إنها هون لتساعد أرواحهم الضائعة من هذا المنزل،
وبتصير تعمل طقوسها لتطهير الأرواح وتحكي شغلات غريبة. وفجأة بيصير الضوء يشعل ويطفي وكل شي بيهتز، وبتطفي الشمعة وبيختفوا. وبيركض سام على غرفته وبيكون زعلان وخايف لأنه عرف إنه كل شي شافه ما كان مجرد أحلام. تاني يوم الصبح بيسأل سام أمه إذا هو ميت، فبتقله إيه، وبيقلها من إمتى، بتقله ما بعرف. وبيسألها إذا فيهم يغادروا، فبتقله لا، وإنها جربت كل البواب والشبابيك بس ما قدرت تفتحهم. وبصير سام يحاول بس بدون جدوى، وبيقلها إنه يمكن المرة الروحانية عملت شي غلط. بالليل منشوف الروحانية عم تمشي بالبيت وتحكي شغلات غريبة، ومنشوف إيد مرعبة طلعت من ورا الباب. تاني يوم بتصحى فيرا وبتشوف سام عم يعزف لأبوه الأغنية الجديدة اللي تعلمها. ولما بتكون بالمطبخ بتحس بخيالات، وبتفتح خزانة المطبخ بتلاقي اللوحة فيها، فبتقيمها وبتطلع. سام وهو بغرفته بيكون عم يضب الغراض، ومنشوف وحش أسود واقف على جنب، بس سام مو شايفه. ولما بيحط غراضه على جنب بيلاقيهم رجعوا انرموا على الأرض، فبيقوموا بيرجعهم. وفجأة بيلاقي كيس الألعاب انرمى من جوا الخزانة، وبيلاقي مكتوب بمكعبات الليجو العب معي. وبعدها بتفوت أمه لعنده وبتلاقيه بهني برج كبير بالليجو، بس فجأة بيوقع وبيقلها مو أنا يلي عملته. راي هو بالمكتبة بيسمع رنة موبايل وبصير يدور عليه، ولما بيلاقيه بيشوفه وبيرجع بيرميه. وبعدها بياخده وبصير يحاول يشحنه، بس لما بتجي فيرا بيخبيه فوراً. ولما بيكون سام بغرفته بيصير يحاول يحكي مع الوحش، وبيسأله كيف فينا نطلع من هذا المكان وليش ما بيصير يخبرهم عنه، فبيرميله الوحش صورة. وفيرا وهي تحت منشوف الوحش واقف بالزاوية وراها. بالليل لما بيتسطحوا راي وفيرا بيجي لعندهم سام وبيقلن إنه في حدا بغرفته، ولما بيجي ليقلن اسمه فجأة بيسحبوا الوحش فبيركضوا لعنده، بس باب الغرفة بيكون مقفول. وبيمسكوا الوحش وبيورجيه اللي صار وكيف مات. وبيظهر الوحش لفيرا كمان وبيورجيها شو يلي صار، وكيف هي شافت إنه زوجها عم يخونها مع بنت صغيرة. وبيجي لعندها وهو سكران، وهي بتكون بدها تتركه وتمشي وتاخد سام معها، بس هو بيهجم عليها وبيقتلها. سام بيحاول يقاوم الوحش، بس بيورجيه الوحش إنه بعد هالشي بيجي أبوه لعنده وبيقوصه، وبيقعد بالحمام بعدها وبيقوص حاله. وراي بتظهر له البنت يلي بيحبها فينيسيا، وبتصير تحاول تتقرب منه بس هو ببعدها، وفجأة بتتحول لوحش مخيف فبيضربها وبيروح. فيرا وسام بيصحوا من يلي عم يشوفوه، وبتروح فيرا لعند ابنها وبيقلها أبي يلي عمل هالشي. وبيجي راي فبتعصب فيرا عليه وبتقله اطلع لبرا واتركنا، وبيقعد جنب الباب وبيصير يعتذر لها وبيقلها إنه حيصلح كل شي عمله، بس هي ما بترضى. وبيفتح له سام الباب وبيورجيه صورتهم سوا، وبيكون مستاء كتير منه وبيقله يجي لعنده، بس فيرا ما بتخليه وبترجع بتسكر الباب بوشه. وفجأة بيصيروا الوحوش السود يظهروا له وبيهاجموه، بالأخير بيسحبوه. وفيرا وسام بيطلعوا من الغرفة وبينزلوا لتحت وما بيلاقوا راي، وبيلاقوا باب البيت انفتح لحاله وبيقدروا يطلعوا. وهيك بتكون أرواحهم تحررت، وروح راي راحت على الجحيم لينال عقابه على يلي عمله. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم بكل جديد.